السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. النهارده بقى جايه لكم فيديو ولا طبخ ولا اكل خالص ولا اي حاجه. النهارده اول فيديو اعمله لكم بالنوعيه ديت، وفي سلاسل تانية حاجات تانية اكيد هتبقى غير الطبخ في القناه عندي، بس ده النهارده اول حاجه هعملها معاكم، وهيكون ريفيو عن حاجه، حبه نصايح، حبه كلام هنتكلم مع بعض، ايه اللي يتجاب ايه اللي ما يتجابش، ايه اللي العروسه تختاره وايه اللي ما تختارش، وهنتكلم عن اهم حاجه بتكون في المطبخ. الحاجه دي الوحيده هي اللي لازمه لا غنى عنها في اي مطبخ. انا عن نفسي هقول لكم تجربتي. انا بقالي 11 سنه، دي تالت مره اجيب الحاجه ديت اللي انا لسه هكلمكم عليها. فهكلمكم بكل صراحه واقول لكم ايه الحاجات الحلوه وايه الحاجات الوحشه وايه الانواع اللي تنفع والانواع اللي ما تنفعش، وتجربتي انا الشخصيه. ويا رب يكون انواع الفيديوهات دي تعجبكم. وهروح بقى اجهز الحاجه اللي انا هوريها لكم، بس قبل بقى ما اروح واجي ما تنسونوش في الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا اللايك الحلو والكومنت الجميل منكم. هروح وارجع لكم تاني. دلوقتي بقى يا حبايب قلبي هنتكلم عن اهم حاجه في المطبخ، وهي الخلاط. عايزه اقول لكم بقى شويه حاجات كده قبل ما نفتح كده الخلاط مع بعض. بصوا، الخلاط ده لا غنى عنه طبعا، اكيد كلنا عارفين، ده مش كلام جديد جاي اقوله. حاجه مهمه جدا 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 في البيت. وبصراحه حته بقى ان انا اجيب حاجه تكون زي الكيتشن ماشين ولازم اجيب حاجه غاليه وحاجه عاليه. عايزه اقول لكم كل ده كلام على الفاضي. تجربتي مرتين جبت كيتشن ماشين، انا بقالي 11 سنه متجوزه، جبت ده تالت خلاط اجيبه. عايزه اقول لكم كيتشن ماشين ديت كدبه كبيره جدا جدا، وبيضحكوا علينا بيها، ولازم تجيبيها عشان المطبخ والصوره بتاعته ولازم تبقي داخله على بيتك كده، على اهل جوزك بايه، بخلاط مال المطبخ كله وكبه ومفرمه وي وي وي. كل ده ملوش اي 30 لازمه. وبرده كيتشن ماشين مش حاجه كويسه. ليه؟ لاني 100,000 حاجة على في الأول وفي الآخر موتور واحد فقط لا غير. بطحن عليه، بعمل لحمة عليه، بفرم بصل، بفرم كل حاجة بتتعمل عليه. فكل ده اساسا ملوش لازمه. اللي انا عايزه اقوله النهارده كلام، يعني ان انا جايه اقول للبنات اللي لسه بتتجوز او اللي زي متجوز وبيفكر يجيب كبه تاني، او بيقول انا كنت الكبه اللي كانت عندي باظت بس انا هجيب كبه نوع احسن او نوع اقيم. لا، كل ده ما ينفعش. صدقوني انا جايه بقول لكم تجربتي. انا جبت مرتين كيتشن ماشين، وفي المرتين كانوا مرتين سيئين جدا، وكنت جايباهم ماركات كويسين، مش هقول ماركات وحشه، بس للاسف لا مش حلوين تماما. ليه؟ لاني حتى لو الماركه كويسه، بس كل الحاجات بتاعت الكيتشن ماشين اللي احنا عارفينها دي كلها في الاخر هو موتور فقط لا غير. تخيل الموتور بيشتغل لكام قطعه بقى، مفرمه وكبه وعصاير ومش عارفه وبصل، وتعملي عليه طعميه وتعملي عليه. كل ده نصيحه مني النهارده، بلاش كيتشن ماشين. بس ممكن بقى معنى كده ان احنا مش هنجيب يا ام ملك حاجه تانيه، بقى يعني هنجيب خلاط بس كده؟ لا طبعا، هنجيب القطع منفرده، يعني قطعه تبقى شايله لوحدها، ما يبقاش معاها حاجه تانيه. انا بقى كلام النهارده، انا بعد تجربتي وزهقت فعلا بالاثنين، انا النهارده قلت لا خلاص، انا تالت مره بقى، التالته تالته انتوا عارفين بقى، قلت لا انا هجيب بس خلاط بكبتين. انا نسيت بقى اقول لكم النهارده اللي انا معايا فريده الصغنونه بنتي الصغنونه، ومرام بنتي الوسطانيه، في بقى ملك بنتي الكبيره هي اللي بتصورني. ازيك يا ملوك؟ ازيكم؟ ازيك يا ماما؟ بس هتجرب لنا الخلاط الجديد؟ هجرب بقى خلاط الجديد النهارده وهجربه معاكم. بصوا، انا طبعا لما جيت اختار الخلاط اخترته عن تجربه ناس قالوا لي على، طبعا أو كلنا كده لما بنيجي نشتري حاجه بنفضل نسال احنا كستات، نسال مره واثنين وثلاثه، وانه الكويس وانه الوحش وايه وايه وايه، والاخر هو اخر النصيب بناخده، هي انت ونصيبك برضه. بس انا النهارده بقى كلامي عن خلاط مينتا. الخلاط دوت، انا بصراحه الشركه ديت كويسه جدا جدا. انا شفت ناس كتير وريفيوهات كتير بتتكلم عنها كويس. وبصراحه انا جبت النهارده الخلاط فقط اللي هو بالمطحنتين، على اساس ان انا قلت بقى هجيبه دلوقتي امشي نفسي بيه، لان طبعا خلاطي بايظ، وجيت اصلحه بمبلغ وقدره اللي هو الكيتشن ماشين. فبصراحه قلت لا، انا اركنه خالص، اجيب اللي يشغلني، وبعدين بقى كل شويه كده
ايه، اجيب حاجه، مره اجيب مطحنه البصل، مره اجيب مفرمه لحمه، مره اجيب عجان لوحده، ان انا ما اجيبش حاجه مجمعه في حاجه واحده بس كده. فالنهارده جبت بقى خيط مينيتا، واحسن ما عجبني في الخلاط دوت، يعني ممكن تبقى حاجه بالنسبه لي انا حلوه جدا، لونه اسود بامانه، يعني بجد انا حبيت اللون ده جدا. في منه لونين، لون ابيض ولون اسود، بس انا اللون الابيض ما لا بيبوظ مهما كان جديد، بيبوظ ويصفر، لا وانا بتضايق منه جدا. فانا جبت اللي هو الاسود، طبعا اللون الاسود ملك الالوان كلها. وكان والخلاط بقى 500 واط، طبعا اقل من 500 واط نصيحه مني هيبوظ منك بسرعه جدا جدا. بس كده زي ما قلنا، اقل من 500 واط ما ينفعش ابدا. بس كده يبقى اللون الاسود و500 واط دوت الحاجات المميزات اللي فيه. والشفشق بقى لتر ونص، عايزه اقول لكم لتر ونص كويس جدا جدا وعملي، وتعملي فيه براحتك. ولو كترتي فيه، بس نصيحه مني انت ما تكتريش قوي، يعني ما تجيش للخلاط وتمليه للاخر وتقولي انا اعمل مره واحده اول احسن ما اعمل مرات، لا. بصوا نحافظ على الحاجه، بجد الحاجات دلوقتي ما بقتش زي زمان نقول حاجات معمره، لا ما فيش حاجه معمره خالص دلوقتي. الحاجات دي كلها وحاجات بتبوظ بسرعه، مش عارفه ليه، بس ما بقتش معمره زي زمان. يعني اهالينا زمان كانوا، يعني مامتي عاشت بالخلاط والحاجات ديت وعيله براون دي سنين السنين لغايه ما احنا كبرنا. دلوقتي اللي بقول لكم والله دي تالت خلاط اجيبه. بس كده ودي بقى شركه فرنسيه طبعا بضمان بوري، طبعا الشركه دي محترمه قوي وكويسه. بصي يا ملوكه صوريها اهي، مينتا وبضمان البوري و500 واط طبعا. وديت بقى يعني شهاده ضمان، الشهاده الضمان دي سنتين، هو يعني شهاده ليه ضمان سنتين. بس ودي بقى السكينه بتاعت الخلاط، وادي الخلاط اهو من جوه. احنا طبعا هنفتح كل ده، بس انا بقول لكم الحاجه اللي من بره عشان اللي عايز يجيب يعني. ودي المطحنتين، هم بيقولوا مطحنه ومبشره، انا بصراحه طول عمري اعرف المطحنتين، مطحنه بنخليها للتوابل ومطحنه للسكر. معرفش قالوا مبشره، انا لسه هفتح معاكم واشوف، انا بصراحه مش عارفه، واللي عارف يكتب لي في الكومنتات المبشره دي هنعمل بيها ايه، انا مش عارفه، لان هو مكتوب عليه، هوريكم دلوقتي مكتوب عليه ايه يا ماما، موجوده من قدام يا ملوكه. ايه مطحنه خلاط. بصي خلاط 500 واط، مطحنه ومبشره. انا مش فاهمه، انا اعرف ان المطحنه مطحنه طبعا مع المطحنه دي ما بيتعملش فيها ولا بصل ولا ثوم ولا الكلام ده، بس انا شفت ريفيو بيقولوا بتعمل فيه الحاجات دي، انا ما اعرفش بصراحه، واللي يعرف يقول لي عشان انا ما اعرفش. بس كده ومبشره، وادي الخلاط لتر ونص بس كده، وبضمان، وهي شركه فرنسيه بضمان بوري. بس هنفتحها بقى مع بعض من جوه، ثواني. بس دلوقتي بقى ايه هنفتحه ايه مع بعض. عايزه اقول لكم فرحانه جدا، بقاله والله بايظ وحاولت. والمشكله كمان في حاجه ثانيه، ان انت لما بتيجي عيله براون دي كيتشن ماشين، لما بتيجي تعمليها لازم بقى تروحي التوكيل، ولازم تروحي هنا وتيجي من هنا، وتبعدي عن الخلاط، يبقى الخلاط تسيبيه قد كده. بدايه مبشره. احنا متحمسين قوي، عايزه اقول لكم هم فرحانين يمكن اكتر من ماما عشان تعمل لنا عصير بقى. الولاد طبعا الجو حر، وانا زلاهم ولا بقى ايه. الله، بصوا بجد شكله جميل جدا. في حاجات من جوه احنا بصوا من هنا. عايزه اقول لكم ديت بقى ميزتها في ايه، لما بيجي يعني لما بنيجي ثواني يا فريد، طبعا دي ايه ده الشفشق، هقول لكم دلوقتي دي بنعمل بيها ايه، بس ثواني اهو. هنطلعها الاول بره الكرتونه عشان نعرف نتكلم ويبقى باين. بس بصوا بقى طلعناه، ده بقى ايه، بصوا الخلاط. عايزه اقول لكم اهي الميانتا اهي 500 واط مكتوب عليها. الزرار بتاعها هو مستوى واحد بس، يعني هو واحد كده وزيرو، يعني مش مستويات ولا حاجه. طبعا هو ده خلاطات شعبي اللي هو بتستعمليها في اي حاجه. طبعا بقى لو عندك ده ممكن كمان تجيبيه مع كبه، يعني لو عندك عيله براون ديت، او كانوا زمان بيقولوا عليها كيتشن ماشين دلوقتي، فديت لو موجوده عندك ده بيبقى سريع للطماطم والحاجات السريعه، تطلعي كل الخلاط الكبير. انا كنت بكسل بصراحه اللي انا اطلعه. بس كده بصوا هي هيبقى مستوى واحد طبعا. بصوا شكله جميل، انا عاجبني قوي، هو اسود جميل. انا اصلا بحب اصلا في الخلطات اللون الاسود في اي حاجه بيبقى جميل. بصوا بقى الشفشق بتاعه ميزته بقى لتر ونص، بصوا مكتوب حتى عليه، بصوا كبير قوي وحلو وخامته كويسه. طبعا في حاجات تانية اعلى واقيم بكتير، بس ده بقى اللي على قدنا وفرحانين بيه وكويس. بصوا بقى احنا بنحط ثواني يا دودو،
بصوا بقى ميزته كمان هنا ان بصوا الخلاط طبعا لو احنا بقى حاطينه كده ومشغلينه بنشيل ديت وبنزود الميه من هنا، اكيد طبعا انتوا عارفين بدل ما نفك الخلاط او نفصله لا بنشيل دي ونزود من هنا طماطم، نزود ميه لو عصير لبن او حاجه. بس كده وبس بتحطيها كده وتعمليها. ودي بقى ايه الكبه، دي بقى المطحنه اللي انا عارفاها. بصوا بقى دي اللي هي المطحنه، طبعا ليها تكه، طبعا انتوا عارفين من غير التكه دي بصوا لازم تسمعوا التكه بتاعتها عشان دي طبعا دي امان للاطفال، عشان لو الاطفال جت من وراها كده ولا كده وشغلوها مش هيعرفوا، لازم تسمع صوت التكه بتاعتها. بصوا اهي بس كده يبقى كده. دي المبشره، دي المطحنه بقى اللي هي ايه بتاعت اللي انا اعرفها من زمان بصراحه، اللي هي بتاعت السكر، بتاعت السكر او كانت بتاعت التوابل. ودي بقى التانية اللي بيقولوا عليها المفروض هي دي المبشره، بس انا بصراحه والله مش عارفه، اللي يعرف في الكومنتات يقول لي ابشر فيها ايه يعني. تشيل بصل يا ريت عشان انا بعت لهم البصل، بس حتى لو بصل صغنونه عشان احمل عليها يعني. بس كده ادي كده ده المطحنتين، وادي الشفشه وادي الخلاط، وقلنا ده مستوى واحد، ودوت الضمان فين بصوا ده، وده الضمان بتاعه، الضمان بتاعه 2 سنين مكتوب عليه طبعا شهاده الضمان، مش مكتوب عليه حاجه تانية، وهو ضمان بوري، شركه بوري، وضمان هنا 2 سنين ومينتا بس كده هو ده اللي مكتوب عليه. وده بقى الكتالوج بتاعه، طبعا مش محتاجين كتالوج ولا حاجه لانه تشغيله بسيط جدا وتشغيله كويس يعني مش صعب. طبعا الكيتشن ماشين صعبه جدا في تشغيلها فصعبه علينا بس كده. فهي ديت الحاجات الاساسيه والمهمه اللي هي اهم حاجه، اللي هو عليه ضمان كده 2 سنين. لونه عجبني جدا جدا، دي الحاجات اللي عجبتني والمميزات اللي عجبتني فيه. الضمان لونه اسود عجبني قوي ان هو معاه المطحنتين. الشفشق بتاعه كبير، دي من المميزات. ويا رب يكون عند حسن ظني بقى ويكون كويس ويعيش معايا، عشان لو باظ بجد هزعل. ونصيحتي خدوها بالله عليكم ان انتوا فعلا اوعوا تشتروا كيتشن، دي خدعه كبيره جدا جدا ومش حاجه كويسه وهتبوظ منكم بسرعه. وكل بنت وعروسه ولسه هتتجوز نصيحه مني ما تجيبش تجيب كل حاجه، تجيب المفرمه لوحدها، تجيب العجان لوحده، تجيب كل حاجه كل حاجه يعني تجيبها قطع منفرده لوحدها احسن. بس كده هو ده الريفيو بتاع النهارده، ويا رب يكون عجبكم. واهم حاجه بقى ما تنسونيش بالاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا اللايك الحلو والكومنت الجميل منكم. ولو عجبكم بقى الريفيوهات بتاعتي من الحاجات ديت قولوا لي وانا اعمل لكم ايه حبه حاجات كده حلوه. وبس كده، ويا رب اكون كنت ضيفه خفيفه عليكم في بيتي كده، وقلت اطلع دردش معاكم شويه واقول لكم تجربتي، ويا رب تكونوا استفدتوا من التجربه بتاعتي. وعايزاكم برضه تكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الخلاط ده، ويا رب كلكم تقولوا لي النوعيه دي حلوه ولا لا. وبس كده، وعايزه اقول لكم بقى مع السلامه.